ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال ده؟ شايفين الكمية دي؟ انا عملتها بكيلو دقيق، ومش بس كده، عملتها كمان بمية، مش بلبن حليب ولا بلبن راي. مين يصدق انها تطلع بالجمال ده؟ بجد تحفة. عملتها بقى مكونات بسيطة جدا وموجودة في اي بيت، وشايفينها قد ايه طالعه هشه وطريه جدا وخفيفه جدا في ايديا، واخده لون حلو قوي من تحت ومن فوق. وشايفين قلبها قد ايه هاشش ومش تقيله ولا مكتومه. بجد تحفه ولازم تجربوها، وهستنى رايكم في التعليقات. وقبل ما ندخل نشوف الطريقه، متنسوش دعميني باللايك والاشتراك. اول حاجه معايا كيلو دقيق، طبعا انا ببقى نخلاه طبعا قبل التصوير عشان ما اطولش عليكم. تمام. بعد كده معايا باكو خميره كامل. تمام يا حبايبي. وبعد كده معايا بايكنج باودر كامل برضو. تمام. وبعد كده معايا 3 معالق كبار من السكر بتاعنا، مش سكر بودر ولا اي حاجه. 3 معالق سمسم. تمام يا حبايبي. ومعلقه ملح. بس كده. شفتوا لحد كده المكونات بسيطه ازاي وسهله. وهنقلب كل الحاجات الجافه دي في قلب الدقيق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. تمام يا حبايبي. بصوا بقى الخطوه اللي جايه، انا معايا اول كوب من الميه، ميه دافيه عشان طبعا في خميره في الدقيق. ونزلت ومعايا معلقتين من الخل. تمام. وهنقلب كده اول نص كوبايه من الميه اللي انا نزلت بيها، ومعاها المعلقتين الخل كده. ما بنزلش بكميه الميه كلها عشان خاطر نقدر نتحكم في العجينه. تمام. ونزلت كده ببقيه كوبايه الميه اللي معانا كده. انا نزلت باول كوبايه من الميه. تمام يا حبايبي، خليكم مركزين معايا كده وتمشوا معايا خطوه بخطوه عشان تقدروا تعملوا احلى قرص على طريقتي. الطريقه البسيطه الجميله اللي انا واثقه ان اي حد هيشوف الفيديو ده هيجرب طريقه القرص دي، وبجد هتعجبه. بس ما تنسونوش بدعوه حلوه من قلبكم. تمام يا حبايبي. وهنفضل بقى نعجن بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. شايفين شكل العجينه لسه ناشفه ازاي، ما طرتش معايا ولا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. وانا كده معايا تاني مج زي ما حضراتكم شايفين كده، نزلت بحبه صغيرين قوي من تاني مج. تمام. المهم اي كميه ميه احنا ما بنستخدمهاش كلها. تمام. هنزل كمان بشويه، كل ما تلاقي ان العجينه محتاجه معاكي ميه انزلي شويه بشويه، بلاش تنزلي ميه كتير. تمام. بس كده شايفين شكل العجينه عامله ازاي. انا كمان هنا انا شايفه كده القوام بتاعها كويس قوي. تمام. في الخطوه دي يعني يا دوبك اخدت معايا كوبايه وربع من الميه، وبعدين هترجع على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. تمام يا حبايبي. انا هنا ما مخليش العجينه طريه قوي بنسبه 100% عشان خاطر الخطوه دي. ايه هي الخطوه دي؟ ان انا هضيف